أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فجر الخميس عن عقوبات انضباطية ومالية في حق المنتخب المغربي والسنغالي على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس إفريقيا بالرباط، مع رفض الاحتجاجات التي تقدمت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وشملت العقوبات إيقاف مدرب السنغال 5 مباريات قارية وتغريمه 100 ألف دولار، إلى جانب إيقاف لاعبين سنغاليين مباراتين، وفرض غرامات مالية على الاتحاد السنغالي بلغت 600 ألف دولار بسبب سلوك الجماهير واللاعبين. وبخصوص المغرب، قرر الكاف إيقاف أشرف حكيمي مباراتين مع تعليق إحداهما، وإيقاف إسماعيل صابري 3 مباريات وتغريمه 100 ألف دولار، إضافة إلى تغريم الجامعة الملكية 300 ألف دولار بسبب سلوك جميع الكرات واقتحام منطقة الفار. وأكد الكاف أن عقوبة الإيقاف تهم فقط المنافسات القارية، ولن يتم تطبيقها على مباريات كأس العالم المقبلة.